السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم متابعيني الكرام؟ ربي يحفظكم وياكم. نبي موسى. فقط الاخبار السريعه. اول خبر ويانا من طبيب في اوكرانيا الى نصاب في بغداد، ونصب على الناس باموال ضخمه. هذا دكتور عراقي كان عايش وين؟ باوكرانيا، واجى من اوكرانيا للعراق ونصب على الناس، قام يفتر على البيوت وياخذ جبايه من الناس، جبايه مال مي وجبايه مال كهرباء، لكن القوات الامنيه القت القبض عليه. خبرنا اللي بعده، وزارة الاتصالات انخفاض عدد الزيارات للمواقع الإباحية داخل العراق إلى 89 مليون زيارة خلال شهر شباط، بعد أن كانت تصل إلى نصف مليار مشاهدة خلال شهر كانون الثاني من عام 2023. نصف مليار مشاهدة بس من العراق. سؤدة بوجوهنا على هالدقة هاي. خبرنا اللي بعده، اسلام هو فتى روسي مسلم بعمر 15 عام ينقذ اكثر من 100 شخص خلال الهجوم على قاعة حفلات الموسيقية في روسيا. طبعا يندل طريق مختصر فاخذهم لهذا الطريق بعد ما صار عليهم هجوم. خبرنا اللي بعده، السفيرة الامريكية في بغداد ألينا الارهاب لا يزال يشكل تهديدا في العراق، وعمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم ينتهي بعد. خبرنا اللي بعده، القى القبض على 3 أشخاص أقدموا على خطف حدث واغتصابه في بغداد. خبرنا اللي بعده، وزير العمل أحمد الأسدي يعلن عن فتح نافذة إلكترونية لشمول أطفال مرضى السكري. إذا حابين أنزل لكم الرابط. إذا تعاني من تساقط شعر، أو عندك صلع وراثي بدائي، أو صلع هرموني، أو قشرة بشعرك، أو حبوب بشعرك، فراغات بشعرك، شعرك ما يطول، مالك إلا حل واحد: زيت العشبة وشامبو العشبة، مجموعة كاملة، بطل زيت مع بطل شامبو، سعره 25 وتوصيل مجاني. عرض بعد كم يوم يصير سعره 45,000، فلحق على العرض. وهواي ناس قالوا لي سيد نبيل هذا مو شعرك، هذا بوستيجة. اليوم طلعت لكم أنا من مشط حتى أجر شعر قدامكم وتعرفون انه هذا شعري مو بوستيجة يا جماعة، وهذا قدامكم يا جماعة، هذا شعري، هذا شعري. خبرنا اللي بعده، وفاة الشرطي هيمن كريم متأثرا بإصابته في إطلاق نار نفذه باكستاني في الأعظمية. خبرنا اللي بعده، وزيرة الاتصالات تعلن عن حظر تطبيق تيك توك داخل العراق وبشكل نهائي قريبا إن شاء الله، يعني بعدهم جاي يدرسون الموضوع. خبرنا اللي بعده، فيديو غريب انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وصار ترند ومشاهداته بالملايين. هذا الفيديو يظهر به رجال من أمريكا قاعد يصور القمر بجهاز حديث، يعني جهاز موبايل، لكن يتفاجأ بصورة وجه صايرة بصف القمر والوجه واضح. خلينا نشوفه سوية أنا وياكم المقطع وتكتبونا رأيكم بالتعليقات. شوفوا المقطع يا جماعة، هذا رجال قاعد يصور القمر، تفاجأ اكو وجه بصف القمر مباشرة، والجهاز اللي كان مستخدمه هو موبايل S23 يمكن، او ما اعرف في شيء. شوفوا يا جماعة، وطلعته حتى القنوات الفضائية بثت هذا الفيديو اللي جاي تشوفونه حاليا قدامكم، اللي هو ظهور وجه صف القمر. شنو رايكم يا جماعة؟ شنو هاي؟ شوفوا الوجه واضح مبين ذاك وينه، بس انا اقول هيش فبركة او هيشي. بس المشكلة قلت لكم انه طلعتها قنوات فضائية، قناة مكسيكية طلعته، وقناة امريكية هم كذلك طلعته، وقناة يونانية طلعت هذا الفيديو هسه اللي جاي تشوفونه قدامكم. وكذلك هاي من غير اليوتيوبرية الامريكيين وغيرهم اليوتيوبرين الصينيين وغيره، طلعوا هذا المقطع وقالوا يعني الرجال اللي قاعد يصور القمر وتفاجئ بوجود هذا الوجه اللي تشوفونه قدامكم. ما اعرف بعد شنو هم حللوه، اعطوني رايكم بالتعليقات. خبرنا بعد مقتل المستشار في الحرس الثوري الإيراني بهروز بغارة جوية على دير الزور شرقي سوريا. خبرنا بعد العثور على جثة متفسخة تعود لشخص من أهالي محافظة ذي قار يسكن ببيت مستأجر في النجف، مضى على وفاته أكثر من شهرين. العفو، أكثر من شهر مو شهرين.
خبرنا اللي بعده شابة من الصين بعمر 18 عام تنفق أكثر من 600 ألف دولار على عمليات التجميل للحصول على مظهر يشبه الممثلة الصينية أستيرو يوا. هاي شنو هاي؟ صدق كذي. خبرنا بعده يا جماعة، تخيل نفسك قاعد تطلب من أحد المطاعم أكل دليفري ومن يوصل لك تلقى داخله فارة. خلينا نشوف هذا المقطع سوية أنا وياكم. شوف الحق الله ولا حد صينية تونا جبناها. شوف 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 منين طبيتي منين جيتي كذا من راسه من راسه من راسه من راسه. خبرنا بعد مداهمة منزل المغني الراب شون المعروف باسم دادي في مدينة ميامي بتهمة الاتجار بالنساء واغتصابهن. صدق كذي. خبرنا بعد أسد جبلي يقتل شابا ويصيب شقيقة بجروح خطرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أو كاليفورنيا. المهم خبرنا بعد ارتفاع في منسوب المياه في مدينة تكريت. هاي الصورة اجا شوفوها قدامكم. خبرنا بعد مجلس الوزراء دوام الجامعات والكليات في العراق يبدأ من الساعة 10 صباحا بعد انتهاء عطلة العيد. خبرنا بعد يا جماعة بعد الضجة اللي صارت بسبب الكلام اللي قالته بمسلسل وطن اللي اسمها زهراء، الممثلة زهراء بن ميم. ظهر شخص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ويقول راح أطفي الكهرباء على الفنانة زهراء. طبعا كذا مبينة ذيك وينها ما ساحبة منه، بس المهم خلينا نشوف المقطع وكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات. الفنانة زهراء مين؟ تحكين على المولدات ونشغل 3 اشهر مجانا. اول شغله ايش راح نسوي؟ نفتح جوزه ما تستعتع. هاي منو؟ الفنانة زهراء مين؟ ايش راح نسوي لك احنا؟ نفتح الجوزه ها ونصابر على الوكيل مالتك يجي ياخذها. شلاح وشكون؟ هاي منو؟ فنانة زهراء مين؟ بعد لا تحكين على المولدات. خوش يلا خبرنا بعد سائقة كهربائية تنهي حياة الطالبة شهد محمد أثناء عودتها من المدرسة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عم يدير بالكم على أطفالكم لا تطلعوهم بالأمطار. الله يرحمها ويصبر قلب أهلها إن شاء الله. قسم بالله مصيبة. خبرنا بعد كاميرات المراقبة بأحد المطاعم العراقية وبرمضان ترصد حالة غريبة. شاب طالب أكل يقولون تشريب، أكل وخلص قريب ما يريد يخلص، يعني أكل شوية من عنده وباقي بعد أكو. شلع شعراية منيدة وخلاها بنص الأكل وصاح الكابتن وقال له شنو هذا الأكل مالتكم متروس شعر، وتعارك وياهم وخلى وطلع ما دفع ولا فلس. أبو المطعم شك بهذا الموضوع فراجع كاميرات المراقبة وشاف انه هذا الشخص شلع شعراية منيدة وذباها بنص الاكل حتى ما يدفع فلوس. يا جماعة انا شايف هاي الحركة بس بالافلام المصرية قديمة طبعا، صدق كذي.